حضرتك بتخش امتحان الرايتنج، تقرا السؤال، تلاقي 100 فكره في دماغك، هوب تقوم جاي ماسك القلم وتبدا ترص الافكار، وتيجي في نص الامتحان تقف تعرفش تكمل، وقتك ضاع. اللخبطه دي بتحصل عشان انت بتخش الامتحان واول ما بتخش تقوم جاي ماسك القلم وتبدا في الكتابه. الحل العلمي البسيط انك تسيطر على ورقه الرايتنج، انك تطبق التكنيك بتاع 525، 5 دقائق تعمل فيهم بلاننج، 20 دقيقه بتكتب فيهم، 5 دقائق بتعمل بروف ريدنج على اللي انت كتبته. وخلي بالك اول 5 دقائق هم اهم 5 دقائق، بتحدد التون والاودينس في دقيقه، بتحدد الافكار الرئيسيه اللي هتكتب عنها، وكمان بتحدد الاكاديميك فوكابلري اللي هتستخدمها جوه الباراجرافز. وبكده افكارك بقت منظمه ومظبوطه ومترتبه من قبل ما تكتب كلمه واحده، وبالتالي هتكتب بشكل منظم ومن غير لخبطه. وبعد كده اهم 5 دقائق البروف ريدنج، لازم تعمل بروف ريدنج. في البروف ريدنج انت بتراجع على اللي انت كتبته وتاكد انك مش ناسي حاجه، البنكتويشن سليم، الجرامر سليم. وصدقني لما تنفذ الخطه بتاعه 525 هتكتب رايتنج منظم وسليم وتقنع بالاكزامينر ومن غير اي لخبطه. وعشان انت حبيبي نزلت لك رايتنج بلانر كامل مجانا على قناتنا على التليجرام، اكتب رايتنج في الكومنتس هبعت لك لينك التليجرام.